هاي حلوين واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عن اول يوم جامعة. الفيديو ده هيكون فيديو جديد من سلسلة العودة للدراسة او الباك تو سكول. عارفة ان اليوم ده من الايام الموترة في حياة البني ادم، لان احنا بننتقل من مرحلة لمرحلة جديدة، مرحلة اكبر واوسع بكتير، هنعيش فيها تفاصيل كتير مختلفة عن اللي عشناها قبل كده وتجارب كتير مختلفة ما كناش عدينا بيها قبل كده. عشان كده اليوم ده بيكون يوم لخبط ويوم موتر شوية، خصوصا ان هو يوم استكشاف. عشان كده النهاردة هتكلم معاكم عن اول يوم جامعة، وهقول لكم كل التفاصيل اللي انتوا ممكن تعدوا بيها وازاي تعدوا اليوم ده في سلام، وهديكم شوية نصايح في الاخر. خليني اقول لكم بس، وانا بحضر للفيديو ده لقيت نفسي عشان اعرف اقول لكم كل التفاصيل الدقيقة لقيت نفسي بسأل نفسي شوية اسئلة، او انتوا لما تيجوا تلاقوا نفسكم بتجهزوا لاول يوم جامعة هتيجي برضو الاسئله دي في دماغكم. فانا هجاوب على الاسئله دي وفي الاخر هقول لكم على شويه نصايح وحاجات مهمه جدا جدا تاخدوا بالكم منها في اول يوم جامعه. اول سؤال هيجي في دماغكم وانتوا بتجهزوا لاول يوم جامعه وهو ناخد ايه معانا. هقول لكم دلوقتي على كام حاجه اساسيه مهم ان هي تكون معاكم اول يوم. اول حاجه مهمه جدا جدا وهي بطاقه الترشيح. بطاقه الترشيح دي هي الاثبات ان انت موجود في الكليه دي. لما تيجي تدخل كده على بوابه الكليه الامن مش هيدخلك غير لو انت معاك بطاقه الترشيح. لو انتوا ما تعملكوش كارنيهات مؤقته وانتوا بتقدموا، فمهم قوي قوي ان انتوا تاخدوا بطاقه الترشيح دي معاكم، عشان هي دي اللي بتثبت ان انتوا في الكليه دي والامن مش هيرضى يدخلكم من غيرها. تاني حاجه مهمه وهي اثبات شخصيه. لازم يكون معاك بطاقتك الشخصيه. يعني انا ما بعرفش امشي من غيرها، مش ببقى عارفه ازاي الناس ممكن تمشي من غير اثبات شخصيه او بطاقه شخصيه. لازم تكون معاكم دايما وطول الوقت. تالت حاجة بقى تكون معاكم او الحاجات اللي انتوا ممكن تستخدموها فعلا بقى، وهي كشكول او كراسة وقلم. مهمين قوي ان هم يكونوا معاكم عشان تكتبوا فيهم كل حاجة هتيجي في دماغكم. حتى لو نوت بوك صغيرة كده تكون معاكم، لو في دكتور دخلكم مثلا تبقوا فاكرين الدكتور ده تكتبوا دكتور كذا لمادة كذا. ولو انتوا من الناس اللي بتنسى الاشكال او بتنسى الاسامي والاشخاص، تكتبوا حاجة مميزة للدكتور ده برضو عشان تبقوا عارفينه وفاكرينه. لو مثلا تهتوا في مكان معين وانتوا من الناس اللي بتتوه كتير، فتكتبوا حاجة مميزة لكل مكان بتروحوه عشان تفتكروه بعد كده. مهم قوي قوي ان انتوا يكون معاكم نوت بوك وقلم، او اي كراسة وكشكول عندك وقلم هيقضي الغرض. رابع حاجة واهم حاجة تاخدوها معاكم وانتوا رايحين اول يوم كلية وتفضل موجودة معاكم على طول، طول ما انتوا موجودين في مرحلة الجامعة او طول حياتكم، وهي مبادئكم واخلاقكم وحدودكم. لازم يكون معاكم الثلاث حاجات دول وانتوا داخلين للكلية. لازم تكونوا محددين الثلاث حاجات دول وواخدينهم معاكم في اول يوم، لانه على اساسها هتبنوا تعاملكم خلال الاربع سنين مع الاشخاص ومع اي حد هتتعاملوا معاه طول المرحلة دي او المراحل الجاية، لان هي فعلا اللي بتشكل شخصيتك. تاني سؤال بقى هتسألون نفسكم برضو، نلبس ايه واحنا رايحين الجامعة في اول يوم؟ خليني اقول لكم بلاش افوره. بلاش افوره في اللبس. حاولوا ان انتوا يكون لبسكم هادي وبسيط وما فيهوش تفاصيل كتير، يكون عملي ومريح اهم حاجه. وبرضو تعتمدوا الوان هاديه، بلاش الالوان الفاقعه وبلاش الالوان الجريئه. بلاش الافوره عموما. تاني حاجه بلاش الافوره فيها للبنات. بلاش الافوره في الميك اب. حاول ان انت يكون شكلك طبيعي ويكون شكلك سيمبل ورقيق. بلاش ان انت رايحه جامعه فانت داخله مرحله جديده، فما كنتيش بتحطي ميك اب ايام الثانويه، لا فانت داخله الجامعه بقى هتحطي ميك اب فتافوري. لا، حاولوا ان انتوا تكونوا طبيعيين وشكلكم بسيط وهادي. وبلاش برضو الافوره في الاكسسوارز، نلبس اكسسوارات كتيره او لو شاب يلبس خواتم كتيره وحظاظات وسلاسل. بجد بلاش 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 الافوره خالص طول الكليه، مش بس في اول يوم. لا، حاولوا تكونوا طبيعيين كده ويكون شكلكم هادي وسيمبل عشان تكونوا مريحين لاي شخص هيتعامل معاكم. وخلوا بالكم ان اول انطباع الناس بتاخده عنكم بياخدوه من هيئتكم ومن شكلكم الخارجي. وخليكم واخدين بالكم برضو ان اول انطباع ده هيدوم مع الناس لحد ما يتعاملوا معاكم ويثبتوا الانطباع ده صح او الانطباع ده غلط. فحاولوا ان انتوا ترسموا كده لنفسكم انطباع هادي وبسيط ويكون مريح للناس عشان يجوا يتعاملوا معاكم تاني مرة واكتر من مرة كمان. من ضمن اللبس اللي احنا هنلبسه واحنا رايحين الجامعة وهو طبيعتنا. بلاش الافوره في اسلوب الكلام او في طريقة الكلام او في الردود وفي التعامل. حاولوا ان انتوا تكونوا فعلا طبيعيين، بلاش نفيك اي حاجة
وبلاش نأفور في اي حاجة، لان الأفورة دي مش هتدوم. لو انتوا أفورتوا اول يوم هتيجوا تاني يوم وتالت يوم، وفي التعامل في الكلية بترجعوا لطبيعتكم، فما تخلوش الناس تتخم فيكم. تالت سؤال بقى هيجي في دماغنا واحنا بنجهز لأول يوم جامعة، وهو هنعمل ايه في اول يوم جامعة؟ خلينا متفقين ان اول يوم جامعة بيكون يوم توهان ويوم لخبطة، وكده بنكون متلخبطين مش عارفين هناخد المحاضرة فين ومش فاهمين الدنيا. اليوم ده بنستكشف فيه كل حاجة، اماكن الكلية او اماكن المحاضرات بتاعتنا، بنستكشف فيه الدكاترة بتوعنا والمواد ونظام الكلية عموما. فاول يوم ده بيكون يوم استكشاف. فلو انت اتلخبطت او تهت او كده، ما تحسسش نفسك ان انت متوتر او انت لوحدك اللي في الوضع ده. لا، انت هتلاقوا ان انتوا كل الدفعة بتاعتكم سنة اولى كلها بتكون تايهة ومتلخبطة في الاول، فده طبيعي وده اول يوم عادي جدا. ومش بس هيكون اول يوم، دي اول فترة او اول اسبوع من الكلية واول فترة هتعيشوها في الكلية، بتكون كده فترة لخبطة وتوهان وبتستكشفوا فيها كل حاجة. وخليني اقول لكم ان كمان الدكاترة بتكون حاطة في اعتبارها ان ده اول يوم بالنسبة ليكم، فمش هيكون يوم معلومات ولا يوم هتاخدوا فيه منهج قوي او هتسرحوا فيه في المنهج. بالعكس، بيكون كده يوم تعارف. الدكاترة بتفهمكم على النظام بتاع المواد بتاعتهم، بتشرح لكم كده بدايات للمواد عشان تبدأوا تفهموا المواد هتتكلم عن ايه. فالدكاترة برضو بتكون حاطة في اعتبارها ده، فما تتخيلوش ان انتوا اول يوم ده هتجروا في المناهج قوي. لا، بيكون كده يوم استكشافي بسيط وسهل، مش هيكون زي ما انتوا متخيلينه صعب او كبير او تقيل. عايزه اقول لكم ان انتوا لو رحتوا مش هتلاقوا كل الدكاتره موجوده اصلا. في دكاتره بتتعمد ان هي ما تحضرش اول اسبوع، لان الطلبه بيكونوا تايهين ومتلخبطين كده، فبيسيبوهم يستوعبوا الدنيا كده. بعدين الدكاتره تبدا تنزل بحيث ان هي تشرح على طول في تاني اسبوع. فحطوا ده برضو في اعتباركم. ولو انتوا مش هتحضروا بقى او مش عايزين تحضروا اول يوم ده، هي فكرة مش هقول لكم ان هي فكرة وحشة، بس هتضيع عليكم حلاوة اليوم. انا لحد الان فاكرة اول يوم جامعة وفاكرة التفاصيل بتاعته، فاكرة احساسي كان ايه. احساس مختلف متلخبط، مشاعر كتير بتعيشوها، بتستكشفوا كل حاجة لأول مرة، وهتلاقوا برضو معاكم زمايلكم كتير بيستكشفوا الدنيا زيكم. فبصراحة كده بيكون يوم مميز، بلاش تضيعوه على نفسكم. خلصنا الأسئلة بتاعتنا وهنيجي دلوقتي لشوية نصايح مهم انكم تكونوا عارفينهم. اول نصيحة وهي انك حاول على قد ما تقدر ان انت تنزل قبل بداية الدراسة بكام يوم كده، تستكشف الكلية وتستكشف اماكن المحاضرات، بحيث ان انت لما تروح اول يوم ما تبقاش تايه ولا متلخبط. ولو ما جاتلكوش الفرصة ان انتوا تنزلوا الجامعة قبل الدراسة، لو انتوا تهتوا في اول يوم ما تتكسفوش ابدا انكم تسألوا. ونصيحة للبنات، لو تهتي وعايزة تسألي على مكان المحاضرة، ما تروحيش تسألي ولد، روحي اسألي بنوتة زي. تاني نصيحة برضو، هتلاقوا ناس كتير من اتحاد الطلبة او من الطلاب اللي بيكونوا مشتركين في الاسر بيحاولوا ان هم يضموكم ليهم في اول يوم ويكلموكم بقى عن الانشطة اللي بيقدموها وكل الحاجات والتفاصيل دي. حاولوا ان انتوا يعني ما تسمعوش كلامهم وكبروا دماغكم منهم، بالذات في اول يوم، لان هيسحلوكم معاهم بقى وتدخلوا معاهم في الانشطه وهتلاقوا نفسكم مش بتستفيدوا حاجه وانتوا اصلا لسه بتفهموا وبتستوعبوا الدنيا. استنوا على نفسكم فتره لحد ما تفهموا نظام الكليه وتفهموا وضعكم ايه في الكليه. بعدين ابداوا دوروا على الانشطه اللي الكليه بتقدمها. ولو حابين حتى ان انتوا تدخلوا في اي اسره، على الاقل لما تهدوا كده وتاخدوا فتره هتعرفوا ايه الاسر اللي فعلا بتعمل انشطه واللي فعلا شغاله، مش مجرد ان هما بيجمعوا نفسهم كده ويقعدوا يرغوا وياكلوا مع بعض. حاولوا ان انتوا بجد كبروا دماغكم من اي كلام هتسمعوه في اول يوم، وبلاش تسحلوا نفسكم او تدخلوا في اي حاجه لانها هتضيع من وقتكم في اول فتره. تالت نصيحه بقى مخصصه للناس اللي الكليه بتاعتهم ليها ادوات معينه او ادوات مميزه، زي مثلا لو البلطو او المسطره او البوكس بتاع الادوات ده، او حتى لو لابتوب. ما تاخدوش الادوات دي معاكم في اول يوم، لان هيبان قوي ان انتوا طلبه اولى جامعه وهيبداوا بقى يسفوا عليكم وانتوا لسه صغيرين واحنا اكبر والجو ده. لان انتوا فعلا مش هتحتاجوا الحاجات دي ومش هتستخدموها في اول يوم اكيد. يعني لو برضو انت مش هتدخل معمل من اول يوم، مش هتستخدموا الحاجات دي فعليا في اول يوم. حاولوا ان انتوا بس كده يكون معاكم كشكول او نوت بوك وقلم، هتفهموا الدنيا وهتعرفوا كل الادوات دي هتحتاجوها امتى وهتستخدموها امتى. بس بلاش تتقلوا على نفسكم وتاخدوها معاكم من اول يوم. عارفه ان الحماس بيكون واخدكم شويتين 3، بتكونوا متحمسين فعلا ان انتوا تستخدموا الادوات دي، بس مش اول يوم. رابع نصيحه بقى، لازم تكون في دماغك ان مش اي حد هتتعامل معاه في اول يوم جامعه هيكون صاحب ليك ويفضل معاك على طول.
خليني اقول لكم ان حتى اول ترم ويمكن كمان اول سنه مش كل الناس اللي هتتعرفوا عليهم او هتعيشوا معاهم فتره في الجامعه هيبقوا صحابكم اللي هيدوموا معاكم على طول او طول ال4 سنين. هتلاقوا نفسكم كل سنه او كل وقت بتعرفوا ناس جديده، كل شويه بتكتشف الناس دي يعني مبادئها زي مبادئك او العكس بتبعد عنها، لو مبادئها زيك بتكمل معاها، بتكتشف اشخاص جديده، بتعرف ناس جديده، بتبني صحاب جديده. فمش لازم اللي هتتعامل معاهم اول يوم يكونوا هم اصحابك. فبلاش بقى جو ان احنا مجرد ما نقعد مع الشخص ده نحكي له قصه حياتنا، لان مش لازم ان الشخص ده هيكون هو اللي مكمل معانا، ولان انت لسه برضو ما تعرفش الشخص ده بشكل كويس. فبلاش ان انتوا تعتمدوا على الاشخاص مجرد ما قعدنا اول يوم مع بعض كده احنا بقينا اصحاب. لا، انتوا كده بقيتوا زمايل ومعارف في الكليه، طبيعي اتعاملتوا مع بعض اول يوم بس مش معناه ان انتوا هتفضلوا اصحاب. لازم يكون الحاجه دي في دماغكم كويس جدا. خامس نصيحه بقى في التعامل مع اي حد، حط حدود لنفسك. حاول كده ان انت ترسم من البدايه حدود لنفسك ومبادئ ليك في التعامل مع اي حد، عشان تبني شخصيتك كده من البدايه، ما حدش ان هو يتعدى الحدود دي او يتعامل معاك باسلوب انت مش بتقبله. لازم تكون راسم حدودك ومبادئك من البدايه عشان اي حد يجي يتعامل معاك يحترم الحدود دي والمبادئ دي من اول تعامله معاك. سادس نصيحه بقى وهي النصيحه الاخيره، بلاش هزار في اليوم ده. ابعد عن الهزار في المحاضره لان ده ممكن يكلفك كتير قوي. ابعد عن الهزار مع الدكاتره، لان الهزار مع الدكاتره ممكن يزعلك بشكل كبير قوي. لو دكتور انت هزرت في محاضرته او هزرت معاه بشكل مش مقبول، طبيعي او سهل جدا جدا ان هو يشيلك الماده بتاعته، او انه يعني ياخد الكارنيه بتاعك وخلاص كده انت عمرك في الضياع. فبلاش الهزار في اليوم ده. وحتى الهزار مع اي حد انت لسه بتعرفه، انت برضو مش عارف حدود الشخص اللي قدامك ايه. فيعني نحاول كده ان احنا نبعد عن الهزار في اليوم ده عشان ما نأذيش حد او ما نخسرش نفسنا، او اسلوبنا في تعاملنا مع حد يكون مش الطف حاجه. فبلاش الهزار لحد ما نفهم الناس اللي قدامنا ونعرف نتعامل معاهم ازاي وهم بيقبلوا الهزار بشكل عامل ازاي. زي ما انت مش هتقبل الهزار بشكل مختلف عن اللي انت بتقبله، برضو غيرك مش هيقبل ده. فبما انك عايز الناس تحترم حدودك وتحترم شخصيتك، انت كمان احترم اللي قدامك. وبس كده اكون انا قلت لكم كل تفاصيل اول يوم جامعه. ان شاء الله يكون يوم موفق ليكم وتكون مرحله جميله بتمروا بيها. حرفيا ايام الجامعه من الطف الايام اللي ممكن تعيشوها في حياتكم. فحاولوا كده ان انتوا تعملوا فيها ذكريات كويسه، ما تكونش كلها دح وما تكونش كلها مذاكره وما تكونش كلها ايام ضغط عليك. عارفه ان الكليه ممكن تشكل ضغط كبير عليك، بس حاولوا ان انتوا تستمتعوا بالرحله لانها فعلا من الطف الايام اللي هتعيشوها في حياتكم. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو افادكم وعجبكم، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وتتابعوني على انستجرام وتيك توك. هسيب لكم كل اللينكات في الديسكربشن بوكس تحت. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.